ممكن يبني وطن قوي. عايزين من حضرتك يعني توضيح الموضوع ده من وجهه نظر حضرتك، وتقول لنا كمان امتى بقى حركه مصر القويه وهيكون دورها ايه في بناء وطن قوي؟ طيب بسم الله. هو طبعا دي مش تهمه، انا شايف دي ميزه ان الناس تكون اكثر اتصالا مع بعض، تكون اكثر تواصلا مع بعض، تكون اكثر استخداما للتكنولوجيا، وانها تطوع كل ادوات العصر في ان هي توصل افكارها وتتبادل الافكار والمعلومات. دي ميزه مش عيب. يمكن في فرق بين الجيل ده والاجيال السابقه دي، ممكن تبقى ميزه ممكن تبقى عيب، ولكن انا شايف انها ميزه. ان كميه تدفق المعلومات اللي اي حد في الشباب يقدر ان هو يحصلها، كان قبل كده الاجيال الاكبر منه بتحتاج اسابيع وشهور علشان تقدر تحصل المعلومه. شبكه الانترنت والفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي خلت الموضوع ده اسهل كتير جدا، ويخلى فيه نوع من انواع التراكم المعرفي وخبرات جاهزه لهم بتخليهم يقدروا يكونوا اقدر على اتخاذ قرارات واتخاذ تحركات، ويكون عندهم تصور اسهل وتفكير استراتيجي اسرع. في نفس الوقت ساعات كتير بيعتمدوا على الكلام ده كله وبيخليهم يوصلوا لمعلومات مش موثقه ومش دقيقه، فبالتالي ممكن نفس الافتراضات توصلهم لنتائج خاطئه. في كل الاحوال ده ممكن يحصل مع كل وسائل تلقي المعرفه، ممكن يحصل مع الكتب، ممكن يحصل مع التلفزيون، يحصل مع الراديو. في الاخر لازم بتاخد المعرفه من مصادرها المتاحه كلها، وتبدا انت من خلال التجربه والوقت تبدا تفكر وتبدا توصل للي انت عايزه. انا شايف ان دي ميزه للجيل، وان هي دي نقطه تطور قويه جدا. قصه ان احنا مش قادرين نبني البلد، لا مع احترامي يعني الجيل اللي هو بيقولوا عليه جيل الفيسبوك والتويتر هو كان عبر تواصله وعبر استخدامه لاليات هي الاجيال الاكبر مش قادره ان هي تجاريها، قدر ان هو يحدث تغيير في البلد. كلنا بنحاول من سنه 77 تمام، والجيل ومصر كلها بتحاول انها تحدث سم التغيير وما حصلش. حصل انتفاضه 77 وفشلت، من ساعتها الناس كلها بتحاول انها ترفع النص شويه، ما حدش قدر ان هو يرفع الغطاء او يرفع الغطاء عن مصر كويس غير الجيل اللي هو موجود حاليا. انا مقتنع تماما ان الثوره ممكن تكون بدات بشريحه عمريه معينه وبعد كده نضمنها الباقي، ولكن في الاخر استمريتها خلال سنه ونص. كان العيب الاكبر فيها على الثوار اللي لسه ما طلعوش بطاقه زي ما بيقولوا، او الشباب اللي ارتضوا ان هم في نظامهم بتاعهم يطلع لهم شهادات الوفاه، يطلع لهم شهادات الرقم القومي. فما حدش يقدر يقول ان الجيل مش مؤهل. الجيل اللي قدر ان هو يضحي ويفهم معنى التضحيه وينزل ويقاوم، بالنسبه له لا، انا بقول ان الجيل ده هيكون اقدر من خيره على من غيره على ان هو يبني وانه يتحمل المسؤوليه وانه ينهض بالبلد بالشكل اللي هو يحلم بيه لبلد قويه وكبيره زي مصر. بالنسبه لحركه طلاب مصر القويه، انا مش هخرج عن اللي قاله الدكتور عبد المنعم الفتوح. انا بقول لكم ان الضمانه الوحيده ان دي تكون حركه طلابيه قويه، وان انتوا تقدروا تعملوا انحراف في الحياه الطلابيه، ان انتوا لا تنتموا الى حزب او مؤسسه، وانتوا تبقوا مؤسسه بذاتكم. لازم تبقوا تجميعه لكل القوى الوطنيه، لازم تبقوا كيان تنسيقي يتبع شتات الحركه الطلابيه. للاسف الحركه الطلابيه خلال عهد مبارك كانت بتحاول ان هي تجمع نفسها، ولكن دايما كان بيوصلنا الفيروس اللي بيصيب اللي كان اصاب الحياه السياسيه المصريه بشكل عام، التحزب الشديد والنظره الضيقه والمصالح الوطنيه والانيه، كله بيبص تحت رجليه. امل في هذه الحركه ان هي تكون فيها روح الشباب المصري، روح ثوره، ان هي تعمل ما تعتقده الصواب، ان نبتعد عن التحزبات الضيقه، ان نضع اهداف عامه واضحه تهم الطلاب، تعمل على خلق حياه طلابيه سليمه هنسمع في الحياه السياسيه في مصر وفي الحياه العامه في مصر. ساعتها نقول الحركه دي نجحت. لو الحركه تقوقعت على نفسها او بقت منك اعضائها، ده بقول ان هي كده خلاص هتبقى حركه من ضمن حركات كتير ظهرت وانتهت، ومحاوله من ضمن محاولات ظهرت وانتهت، وانا الحقيقه ما اتمناش ان يحصل، ما اتمناش يحصل اي حركه طلابيه. والنصيحه دي زي ما هي مصر قويه، زي ما هنا انا بقولها لاي تجمع طلابي ينشا